أخيرا جت أيام الامتحانات. إلى كل أبنائنا الطلبة والطالبات، خاصة في دراسات الثانوية العامة والشهادات الفنية بصفة عامة. أخيرا جاءت أيام الامتحانات. بدأت العام الدراسي باجتهاد وبجدية وحصص كثيرة ودروس كثيرة ومواد كثيرة واجتهاد وسهر ودموع واشتياقات للمستقبل، وكأنك في كل يوم من أيام السنة دي كلها أنت بترسم ملامح صورة كبيرة وجديدة لك لمستقبلك ولمستقبلك. والرتوش الأخيرة بتيجي من خلال فترة الامتحانات. فترة الامتحانات فترة جيدة وكلنا بنشتاق إليها، وإن كان فيها صعوبة. كلمة امتحان دايما كلمة يعني بتزعج الإنسان، لكن في نفس الوقت هي المعبر إلى المستقبل الجديد، وترسم صورتك وشخصيتك وحياتك للمستقبل. أنا ببعت الرسالة دهيت، وطبعا بتذكر أيام ما أنا كنت في ثانوية عامة، كانت أسرتي برضو في حالة خوف، وأنا شخصيا كنت خايف طبعا، لكن اجتزت الامتحانات بثقة، واعتمدت على الحياة الصحية، إن الواحد ما يملاش بطنه بأكل كتير، يشرب سوائل كتيرة، يكون فيها بعض السكر برضو علشان ياخد طاقة، ينام نوم كافي لأن النوم احتياج للإنسان، ما ينزعجش بأي حاجة. أرجوك ابعد عن الموبايل خالص علشان ما يشتتش أفكارك، وخليها فترة هادئة كده، وثق إن كل يوم، لا مش كل يوم، كل ساعة أنت بذلت فيها مجهود الله يحفظه ليك ويقويك ويديلك الثمر في الامتحانات، يديلك الذهن المنفتح، ويديلك الذاكرة القوية، ويديلك التعبير الصحيح في الكتابة، وسيعطيك نعم كثيرة خالص، ويفتح قدامك مجالات الإجابة لكل سؤال معروض عليك. بتمنى ليكم التوفيق، بتمنى ليكم النجاح، بنصلي لكم كتير إن ربنا يبارك في تعبكم وفي الفرحة الكبيرة اللي هي لما بتيجي من النجاح والتفوق والتميز. وطبعا وانت داخل الامتحانات بتحلم وبنحلم وياك بالنجاح الجميل وبالتفوق وبالريادة كده وبتحقيق الآمال والأحلام. بتمنى ليكم كل نعمة، بتمنى ليكم كل صحة، بتمنى ليكم كل يقظة في الإجابة، وربنا هيبارك تعبكم وهيفرحكم، فرح أسركم ويفرح مدارسكم ويفرح مجتمعكم ويفرح الكنيسة ويفرح كمان قلب ربنا. ربنا يحفظكم.